لو سألتك دلوقتي ايه أذكى ساعة في العالم، أكيد هتقول لي أبل واتش أو ساعة سامسونج. بس خليني أفاجئك، من أكتر من 1000 سنة كان في عالم مسلم عبقري اسمه الجزري، صنع ساعة لو شافها ستيف جوبز نفسه هيقف يتأمل. تخيل ساعة مش بس بتقولك الوقت، دي كانت بتحسب حركة الشمس والقمر والكواكب، وكمان فيها طيور بتغني وأبواب بتفتح وتقفل لوحدها وتماثيل بتتحرك كل ساعة تقدم لك الوقت. والمفاجأة الأكبر، كل ده من غير بطارية، من غير كهرباء، بس بقوة المياه والجاذبية. الجزري مكتفاش بكده، ده كمان كتب كتاب كامل شرح فيه كل حاجة، من التروس للزوايا للتصميم الفني الجمالي. يعني الراجل ده كان مهندس وفنان ومخترع في وقت واحد. عارف ايه اللي يخليك تقف مندهش؟ ان هدف الساعة دي ما كانش مجرد معرفة الوقت، لأ، كان هدفها تنظيم حياة الناس وتقريبهم من فهم الكون. يعني من 1000 سنة أجدادنا كانوا بيفكروا إزاي يخلوا التكنولوجيا تخدم الإنسان مش العكس. فلما تشوف ساعتك الذكية المرة الجاية، افتكر إن العبقرية دي مش وليدة اليوم، دي جت من تراث عظيم. متنساش تعمل لايك واشتراك للفيديو وشير للمعلومة دي، لأن كتير مننا محتاج يعرف إن تاريخنا مليان بالإبداع والابتكار. خليك معانا، لسه في حاجات كتير هنحكيها عن علماء غيروا العالم بس محدش يعرفهم.